إن كان غضب الله يهدأ بسرعة، فأنت استعمل الطرق اللي تهدئ بيها غضب ربنا. ربنا عايز منك كلمة توبة، كلمة انسحاق، كلمة اعتراف بالخطية، كلمة أخطيت، أي كلمة وأي تقدم نحو قلب الله. لكن مش تقول ربنا لا يغضب طويلا وتستمر في خطاياك. لما بتستمر في خطاياك بتستمر في غضب الله. مرة أراد الله أن يهلك الشعب، مجرد أن هارون وقف بالبخور يبخر فوقف غضب الله. مرة تاني كان هيضرب الشعب، داود قال له يا رب ما اهلكنا أنا وسيب الناس دول. قال له طب خلاص، منع الملاك المهلك أن يكمل. ربنا طيب لكن احنا اللي مش كويسين. بنقول له هل إلى الأبد تغضب علينا أو يستمر رجزك من جيل إلى جيل؟ لا يا رب، احنا نصلحك، نصطلح مع بعض، وبلاش ان يستمر الزعل بتاعنا تاني.